لو عايز تحجز شقة في الإسكان الاجتماعي وعايز تعرف الأوراق المطلوبة لكل كراسة بالتفصيل، يبقى تركز معايا كويس جدا، علشان أي غلطة صغيرة في ورقة أو نقص مستند ممكن تضيع عليك الحجز كله. في الفيديو ده من قناة معلومة في السريع هقول لك كل ورقة بالتفصيل لكل كراسة من كراسات سكن لكل المصريين 7، سواء كنت مقدم لأول مرة أو قدمت قبل كده ومحصلش نصيب. ويا ريت قبل ما نبدأ تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان توصلك باقي الحلقات اللي هنشرح فيها كل خطوة من أول كراسة الشروط لحد استلام الشقة بإذن الله. ونبدأ مع أول كراسة، ودي بتكون لكل الناس والشقق تحت الإنشاء، يعني الاستلام في خلال 3 سنين. أول حاجة مطلوبة إيه؟ استمارة الحجز والإقرار، ودول بيكونوا آخر ورقتين في الكراسة اللي أنت حملتها من منصة مصر الرقمية. بتطبعهم من أي مكان وتملاهم بخط واضح من غير شطبة أو شخبطة، وبعدين تصورهم بالموبايل أو تعمل لهم اسكان وتحولهم PDF. طبعا في مواقع كتير بتحول الصور لPDF بسهولة، ولو محتاجين فيديو يشرح ده قولولي في الكومنتات. تاني حاجة بقى، إيصال سداد مقدم الحجز زائد مصاريف التسجيل والمصاريف الإدارية، وده هيدفع في البريد 25,000 جنيه لو هتحجز استلام فوري، أو 50,000 جنيه لو الاستلام خلال 3 سنين، و350 مصاريف إدارية. نيجي بقى الرقم 3، صورة بطاقة الرقم القومي للي هيقدم سواء الزوج أو الزوجة لو متجوز، زائد قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأولاد لو موجودين. رقم 4، إيصال مرافق حديث، يعني وصل كهرباء أو مية أو غاز بالمكان اللي حضرتك عايش فيه حاليا. وخامس حاجة، مستندات إثبات الدخل. لو الزوج أو الزوجة بيشتغلوا لازم كل واحد يجيب إثبات دخل، لو مش بتشتغل بتكتب إقرار بكده وبتمضي عليه. خد بالك إن إثبات الدخل ده لازم يكون شامل المرتب الأساسي وأي بدلات وحوافز وعمولات وأي مصدر دخل تاني، سواء كان وديعة أو دفتر توفير أو معاش أو إيجار. نروح بقى للي بعد كده، وهم أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية. بنوفر إثبات تسجيل ضريبي وشهادة دخل من محاسب قانوني معتمد وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، ده لو أنت عندك حرفة مثلا أو شغل حر. طب لو شغال من البيت مثلا أو الشغل مش بتاعك، بتجيب شهادة دخل من محاسب قانوني، بس لازم تكون شغال بقالك سنة على الأقل. ولو في أي دخل إضافي باسم الزوج أو الزوجة أو الأولاد القُصّر، زي مثلا عمل إضافي أو معاش استثنائي أو أي ودائع ادخارية أو أسهم سندات أو حتى دفتر توفير، بتجيب صافي الدخل الشهري أو السنوي اللي بيدخل لك منهم مختوم ومؤرخ ومعتمد. أما بقى بالنسبة للسادة الموظفين في الحكومة أو القطاع الأعمال، بتجيب مفردات مرتب يكون مذكور فيها كل اللي قلنا عليه، ولازم تكون شغال مش أقل من 6 شهور. وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، بتوفر من HR مفردات مرتب بيكون فيها كل تفاصيل مرتبك، مش الأساسي بس زي ما اتفقنا، وكمان حاجة مهمة يكون مذكور فيها البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وبرضه مدة الشغل هنا ما تقلش عن 6 شهور. طيب بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، هتجيبوا شهادة الوفاة والطلاق على حسب الحالة طبعا، مع مستند بالنفقة أو بيان المعاش. في بقى ملحوظة مهمة جدا، لو كنت مقدم قبل كده في إعلان سابق وما خدتش الشقة، ما تنساش إيصال سحب جدية الحجز. طبعا كل الأوراق دي بتبقى PDF في ملف واحد وحجمه ما يعديش 2 ميجا. نيجي بقى للكراسة التانية، ودي اللي هي محافظات، سواء بتقدم جديد أو قدمت قبل كده. طبعا نفس الأوراق زي الكراسة الأولى بالظبط، ولكن في حالة واحدة بس محتاجة تركيز. لو كنت مقدم قبل كده في شطا أو عزبة البرج أو الغردقة وعديت ال50 سنة ومش هينفع تقدم باسمك، تقدر تقدم باسم حد تاني، يعني زي ابنك مثلا أو زوجتك، وده بيكون اسمه مستفيد بديل. وفي الحالة دي بتجيب كل الأوراق المطلوبة اللي قلنا عليها، بس لازم الإقرار يوقع عليه الطرفين، صاحب الطلب والمستفيد البديل. وما تنساش المستند اللي يثبت صلة القرابة، زي مثلا شهادة ميلاد أو قسيمة زواج على حسب حالتك يعني. نروح بقى للكراسة الثالثة والأخيرة، ودي مدن جديدة ومحافظات للي كانوا مقدمين قبل كده في سكن 5 فقط. لو كنت خارج الأولوية هتقدم نفس الأوراق العادية اللي قلناها قبل كده، وتضيف إيصال جدية الحجز الجديد. ولو حالتك الاجتماعية اتغيرت، بتعدل البيانات في استمارة الحجز وتضيف المستند اللي يثبت ده، زي قسيمة زواج لو كنت أعزب اتجوزت مثلا. أما لو كنت غير منطبق الشروط، بتضيف عليهم الأوراق اللي خلتك اترفضت قبل كده في الفرز أو التظلمات، وكمان إيصال سحب جدية الحجز القديم. في طبعا شوية تنبيهات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. ما ينفعش تبدل كراسة أو ترجعها لو اشتريتها غلط، لكن ممكن تشتري كراسة جديدة مناسبة لحالتك وتقدم بيها. وبنأكد تاني، الأوراق كلها تجمعها في ملف واحد PDF وحجمه ما يتعداش 2 ميجا. لو عايز تعرف تختار أنهي كراسة وإيه الأفضل لحالتك، يبقى تحتاج تشوف فيديو الشروط علشان ما تضيعش فلوسك على الفاضي. شوف الفيديو، هسيب لك اللينكات في صندوق الوصف، وتابعنا عشان تشوف باقي فيديوهات سلسلة سكن لكل المصريين 7 على قناة معلومة في السريع. واستنى الفيديو اللي هنشرح فيه خطوة التقديم على مصر الرقمية خطوة بخطوة. وما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة علشان توصلك كل معلومة جديدة.